المطرة وقفت والشمس طلعت، وده الوقت المناسب عشان نروح رحلة جديدة. يلا بينا. رحلتنا النهارده جميله جدا. انا عمري خدتكم مكان وحش. مضيق القاري شلوك كون على مدار الاف السنين عن طريق نهر القاري. نهر القاري قعد يحفر 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 لحد ما عمل اللي احنا هنخش نشوفه دلوقتي. قبل ما نبدا حلقتنا عايز اوريكم الطريق، عايز حلقات لوحده. الطريق كان بجد جميل جدا وكان ممتع جدا. هسيبكم بقى تتفرجوا على الطريق لحد ما نخش نقطع تذكره ونخش جوه. في طريقنا عدينا على بحيره لونجر، فعش تعدي من جنبها، وخصوصا لو الشمس طالعه وما تقفش. غريبه، لونها بيكون غريب في الصيف. في الشتاء تقريبا بيكون المكان ده ما فيهوش ميه، فما ينفعش يبقى الدنيا صيف وما اجيش اوريكم المنظر الحلو ده. ويلا دلوقتي هطلع الدرون وهوريكم المنظر من فوق عامل ازاي. وهمي. انا واحد ريفيلا ب5 فرنك عشان برضو ايه هنعطش. دانكا اينن. من هنا هتبتدي رحلتنا. هننزل بقى نتمشى لمدة 45 دقيقة. هنمشي بقى لحد ما هنروح بقى ايه نتوغل ونستمتع مع بعض. يلا بينا. صوت المية ينيم، يعني انت لو في حاجة هنا، لو في مكان مساعدك هنا هتنام. صوت المية مريح جدا. لون المية في الطبيعي بيبقى احلى من كده بكتير، بس هو المشكلة ان الفترة اللي فاتت كان في امطار كتير وهي اللي مغيرة لون المية شوية. يعني مع ان هو كده لون المية جميل قوي، بيبقى احلى من كده واحلى واحلى يعني. علو الجبال مخيف يا جماعه، يعني سبحان الله. تقريبا في كل مكان عايز تقف وعايز تتصور وعايز تعمل كل حاجه. المكان كله روعه بجد. يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي، يعني مش عارف. يعني عايز اقف، عايز اطلع الدرون واصور، بس حاسس ان انا كل ما همشي كل ما الاقي منظر احلى، فمستني اخد المكان كله وبعد كده هنختار بقى مكان نطلع فيه الدرون بقى ونستمتع بقى. اوريكم المكان كله من فوق ان شاء الله. جو الجبال غريب، يعني سبحان الله. يعني ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صدق الله العظيم. يعني تخيلوا ده كمان جبل احنا شايفينه قد ايه كبير، بس هو في اكبر منه فسبحان الله. يعني من علوه مخيف. وهم وخيال يا جماعه، اقسم بالله وهم وخيال. ايه الجمال ده؟ ايه ده يا جماعه؟ في ايه؟ اللي ورايا ده يا جماعه بيسموه طواحين التلج، وده كون من الطبيعه. على مدار الاف السنين اتكونت طواحين التلج دي. درجة الحرارة عمالة تقل بس هوا فريش كده جميل قوي. بره على البوابة كان الجو حر جدا، يعني انا استغربت سبحان الله. يعني كل ما بنخش جوه اكتر كل ما الدنيا بتبقى اكتر ايه فريش كده جميله. انتوا شايفين اللي انا شايفه يعني موضوع كبير، موضوع كبير قوي. الطبيعه يا جماعه، الطبيعه يا جماعه، واللي بيحافظوا على الطبيعه. اللي اهم من الطبيعه يا جماعه ان انت تحافظ عليها. مش إن كلنا دول العالم كلها فيها طبيعه، بس في ناس بتحافظ وناس ما بتحافظش.
في الحلقه دي مش هتقدر تغمض عينيك، انت بجد مش هتقدر تغمض عينيك. الطبيعة غريبة جدا، قد ايه المكان جميل قوي. تخيلوا يا جماعة المكان ده ما اتعملش بايد، هو اتبنى بالطبيعة، الطبيعة هي اللي بنته. شلالات في كل حتة يا جماعة. طبعا المنظر يا جماعة مش محتاج وصف، مش محتاج كلام، محتاج ان انا اسكت بس. ايه يا جماعة ده؟ سبحان الله يا جماعة. الدرون كان هيقع في المايه يا جماعه، مفيش نيتورك هنا وقاعد ينزل على المايه والحمد لله الحمد لله انقذناه يعني. ممكن حد يقول لي ايه ده يا جماعه؟ يا جماعه ممكن حد يرد عليا؟ انا اسف ان بعد المنظر ده هتشوفوا المنظر ده، بس انا عايز اوريكم ده. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ما طلعنا يا جماعه الجو ظبط شويه، بقى دافي شويه يعني. انا لا الجو البرد كان رجعني للشتاء تاني. انت طول ما انت جوه ترجع للشتاء تاني، وبعد كده طلعت بره بقى لقيت الجو رجع تاني يحرر، بس حبيت الحر دلوقتي. نرجع بقى تاني ونخش جوه، نحاول بقى نشوف ايه، نعدي الناحيه التانيه. منظر جميل جدا. طبعا احب اقول لاي حد هيجي خد بالك المكان بيبقى جوه ساقع جدا. انت بتلاقي ان الجو جوه بارد جدا، مع ان بره حر، بس جوه المكان بقى سبحان الله يعني جو تاني خالص. بجد اجواء جميله جدا، هتستمتع بالمكان جدا. تيكت ب 12 فرنك ده دخول المكان كله.
قرش لقط يا جماعه. شفنا مع بعض يا جماعه قد ايه الطبيعه ممكن تاخدنا لمكان بعيد جدا، تاخدنا لذكريات جميله. رجعنا تاني على لوتسيرن يا جماعه، وان شاء الله نتقابل في رحله جديده قريب جدا ان شاء الله.